عشان احنا شعب بيهتم بصحته جدا، فطبعا بناكل اكل صحي. يعني بره مثلا في الدول اللي هي المتقدمه دي تلاقي دايما في اي وجبه لازم يبقى فيه عنصر بروتين، عنصر نشويات، عنصر اللي هو ده يعني. تمام. بس عندنا احنا بقى طبعا عشان مختلفين فبنعمل حاجات تانية جميلة جدا. يعني تلاقي مثلا اكلة ايه، رز بالبطاطس، نشويات ونشويات. فتيجي تقول لماما، يعني امك مثلا، يا ماما يا ماما مش هينفع اكل كده والله يا ماما، انا يعني عايز اكل مفيد. تقول لك حبيبي بطاطس صينيه. ايه بطاطس صينيه يعني؟ كرفه على تونه يعني؟ ما هي نشويات. وبعدين في اكل ما تفهمش اسمه، يعني مثلا خبيزه. خبيزه ده استحاله يبقى اسم اكله، ده يبقى لازم يبقى اسم عقاب. اللي هو تلاقي الام بتقول لابنها يا ابني لو ما ذاكرتش اقسم بالله هقعدك على الخبيزه، ملهاش حل غير كده. وبعدين في اكل يعني طريقه تحضيره غريب، يعني المش مثلا. المش ده بيتحضر بين اي حاجه قديمه، جبنه قديمه، لبن قاطع، جبنه رومي عفنت، بنطلون قدم عندك مش عايزه، حزام، اي حاجه اي حاجه قديمه. والله اللي هو تقول لماما ماما الاس 3 بتاعي باظ، سيبه يا حبيبي هنحطه في المش. سيبه 3 سنين بعد كده هيكون عفن، تاكله يبقى اكل لذيذ جدا ما شاء الله. وبرده الفسيخ، يعني الفسيخ ده سمك معفن. يعني في كل دول العالم بيتم في الزباله، احنا بناكل، لا ده احنا بنعفنه كمان. فاللي هو تيجي مثلا يوم شم النسيم تلاقي مامتك بتقول لك يلا يا حبيبي عشان تاكل معانا فسيخ. لا والله ما باكلش سمك معفن، ده انسان طبيعي يعني. فتقول لك لا يا حبيبي ده احنا عاملينه في البيت، عاملاه بديتول في البيت، يعني عاملاه بديتول. وبعدين تلاقيها قاعده ايه طول اليوم قدام الشيف الشربيني، فتقول لها بعد اذنك عايز اتفرج على الماتش. يقول لك الشيف الشربيني بيعمل مكرونه محشيه خواتم، خواتم دهب. يعني مش كده، مش كده والله، مش في البيت وبره.